بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. السلام عليكم إخواني. اليوم أول درس من دورة تصميم وتوزيع ستايلات برنامج الفيبي بتقنية CSS. دروسنا إن شاء الله راح تكون سهلة وبسيطة للجميع، وراح تكون مختلفة عن باقي الدورات في الوطن العربي، أو التي يطرحها الأخوة العرب. دورتنا راح نضيف فيها أزرار في الهيدر بطريقتين: طريقة الكتابة على نفس الصورة، والطريقة الأخرى الكتابة فوق صورة عن طريق ال HTML. والإضافة الأخرى راح نغير مكان تسجيل الدخول للهيدر، وأيضا راح اللهم صل على سيدنا محمد، راح نعمل هوفر على حقوق المصمم. دروسنا راح تكون سهلة وبسيطة، مقدمة من شبكة ومعهد بريفنت. أول إشي اليوم راح ننصب السيرفر هو برنامج بعمل لك موقع على جهازك، تقدر تنصب عليه أي برنامج أنت بتريده وتعمل عليه اللي بدك إياه. تنصيب سهل بسيط. نضع لوكال هوست، نخليها مثل ما هي، بإمكانك تضع إيميلك هون. معلش عفوا، نفس الخطوات. نضع بدل MySQL root وبدون باسورد، ونضع next حتى يكمل التنصيب. راح يفتح العديد من ملفات الدوس. نضع close. هذه الأيقونة راح تظهر مرة واحدة فقط عند التنصيب. الآن نتجه إلى كلمة localhost. تمام، اشتغل عنا. هذا أول دليل إنه البرنامج شغال 100%. راح نضغط هون على كلمة PHP myadmin وننتقل للوحة PHP. راح نعمل قاعدة بيانات نضيفها في المنتدى. مثلا أنا كتبت VB، حط له كريت. تمام، هيك أنشأ القاعدة. ندخل القاعدة يقول لك لا يوجد أي جداول. الآن نيجي لتنصيب برنامج الVB على السيرفر. ندخل القرص الصلب C أو مكان ما أنت نصبته. ندخل على اب سيرفر، نضغط www، ثم نضع السكريبت هنا أو البرنامج هنا. الآن نروح نعدل بيانات الكونفج. هون database name نضع VB. مكانك هون تضع ايميلك. هون راح نضع المضيف اللي هو اللوكال هوست. هون راح نضع رد، ما وضعنا باسورد. الآن نضع حفظ. الآن نتجه إلى التنصيب. ينشئ الجداول. الآن طريقة التنصيب سهلة ولا تحتاج إلى شرح. نضع ال... اسم الموقع. مثلا بدي أكتب معهد ريفنت. الباقي غير مهم الباقي. الآن نضع بيانات الادمن. مثلا أنا بدي أضع الاسم الادمن وواحد من ثلاث الباسورد، وأي إيميل يمكن أن أستخدمه. الآن تمام، بقولنا لازم تغيروا مسار مجلد أو ملف uninstall.php. احنا ما راح نغير، ما راح نحذفه، احنا راح نغير باسورده.
نتجه إلى لوحة الإدارة، نضع الاسم admin ونضع تسجيل الدخول. نتجه إلى languages، download upload، هنا التعريب، نضعها الأساسية، نعمل ريفرش. تمام، هيك صار عندنا منتدى في جهازنا. نضيف موضوع جديد نطبق عليه كل أشياءنا. ضاف الموضوع. راح نقوم بخطوة بسيطة بس قبل ما نبدأ. راح نروح على إعدادات اللغة والستايل، وخلي طريقة عرض المواضيع أفقي، عفوا عمودي، بدل ما هي هيك تصير هيك. هيك أفضل عشان للتطبيق. الآن نروح بس كمان خطوة بسيطة أخرى، خيارات المشاركة. نضع الخيار الأول نعم عدم النقر، نضع بدلا من أن تنقر هنا حتى تضيف المشاركة، راح يصير بس تضيف المشاركة بدون الضغط على الأيقونة. الآن الخطوة التالية اللي هي ننشئ ستايل. ننشئ ستايل فرعي من الستايل الرئيسي مثلا، وبنسميه ايش ما بدنا. انا مثلا بدي اسميه بريفنت. ترتيب العرض نضع 2. هيك صار عندنا ستايل، طبعا لانه مشتق من الاساسي راح يكون شبه الاساس. تمام، هيك صار عندنا ستايل. الان بدنا نروح وننشئ مجلد لستايلنا. مثلا انا بدي اسميه بريفنت CSS. ندخل عليه وننشئ مجلد نسميه images. هذا المجلد اللي راح نحفظ فيه الصور، صور الهيدر والفوتر والتقطير. الآن ندخل مجلد images وننقل الملفات اللي راح أشير عليها الآن، المايزك والستيتس ايكون والاندكس والبوتنز. نعمل لها كوبي ونحطها في الستايل خاص فيها. هيك بنكون خلصنا درسنا لليوم، على أمل إنكم تستفيدوا منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.